السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم. اتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسونيش من لايك. كذلك زوروني على الانستغرام، كنحط فيه وصفات زوينين وبساط وسهلين. اول حاجه بغيت نقول هي مبروك علينا احنا المغاربه، الحمد لله وصلنا للنصف النهائي. نتمنى ان شاء الله نربحوا وناخذوا الكاس، علاش لا، ما نحقروش ولاد بلادنا، وبالتوفيق لهم كاملين ان شاء الله يا ربي، ونفرحوا معاهم. المهم اليوم وصفتنا غادي ندير معكم ورقه ديال البسطيره في الدار اللي كتجي سهله بسيطه وناجحه 100%. ما غاديش توحلوا معاها نهائيا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، راه كتجي رائعه، وفاش كتعمروها راه كتجي مقرمشه ومورقه. انا غادي نصاوب معكم دابا الورقه، ومن بعد ان شاء الله غادي ندير معكم بسطيله حلوه وبسطيله مالحه. دوزوا المكونات على بركه الله. في واحد الاناء هنايا غادي ندير فيه 3 كيسان ديال الدقيق، ما يعادل 300 غرام ديال الدقيق. من بعد ما كندير هكا الدقيق اللي يكون من نوعيه جيده بطبيعه الحال، ويكون مغربل مزيان باش هكا ما كيكونوش دوك الحبيبات ديال الدقيق. من بعد غادي نضيف 3 ديال الكيسان ديال الماء، وغادي نضيف بعدا قبل واحد معلقه صغيره ديال الملحه هي الاولى. عاد من بعد غادي نضيف 3 الكيسان ديال الماء. المهم الماء على حسب الدقيق واش كيشرب او لا. الا كان الدقيق يعني كيشرب راه غديروا 3.5، 3 الكيسان ونص. الا كان الدقيق هكا مزيان غديروا غير 3 الكيسان. المهم نتوما راه غتشوفوا معايا القوام ديال العجينه كيفاش غادي يكون. صافي كنخلط مزيان داك الدقيق مع الملحه والماء حتى كيتجانسوا لنا المكونات، وهذا هو القوام ديال الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا. غادي نغطي عليه ونخليه يرتاح واحد 10 حتى ل 15 دقيقه. المهم تخليوه يرتاح واحد شي شويه وصافي قبل ما تخدموا به، من الاحسن يرتاح. من بعد هنايا غادي ناخذ واحد الكاميله كندير فيها الماء كيغلى. المهم تكون الكاميله كبر من المقله فاش غادي نطيبوا الورقه ديالنا. هنايا خديت المقله تكون مقله مزيانه ما كتلصقش ديال البغرير، وكنديرها فوق داك الماء اللي كيغلى باش كنطيبوا الورقه ديالنا فوق البخار بحال ديال الزنقه. من بعد كناخذ هنايا شويه ديال الزيت النباتيه، والخليط ديالنا قبل ما نبداو نخدموا به ضروري كنخلطوه مره باش هكا داك الدقيق ما يتكتلش لنا ويهبط لنا في التحت. ضروري تخلطوا الخليط ديالكم. كندهن المقله مزيان بالزيت وكنشفها، يعني ما كنخليوش داك الزيت هكا كثير، غير واحد المسحه خفيفه. وإلا جاكم الزيت كثير عاودوا مسحوا عاوتاني باش هكا كيتحيد لكم داك الزيت. كناخذ هنايا واحد الشيته وكنبدا كندهن في هذيك المقله. كنبداو بالجناب هما الاولين، عاد كندخل نبدا غدا وكندخل في الوسط، يعني كنسبقوا الجناب وكنبداو نديرو في الوسط. وإلا باننا هكا الورقه ديالنا متقبه اولا يعني داك الشيء ما صوبتش لنا الورقه ديالنا، فكنديرها هكا بصبعي البلايص اللي كنشوفهم متقبين ما مقادين كنصاوبهم بصبعي. راه ما غتحرقوا ما والو، حيت العافيه يعني المقله ما كتكونش سخونه بزاف، عاديه. كتحاولوا غير شويه هكا دوزوا صبعكم باش هكا كتقادوا الورقه ديالكم وصافي. من بعد غير كتشد راسها كنحيدها، راه كتحيد بسهوله. كنهزها من الجنب بيديا وانا جرب شويه بشويه حتى كنحيدوها من ديك المقله. نفس الطريقه غادي نعاود ندهن المقله بالزيت، ولكن كي قلنا مسحه غير خفيفه، ماشي تعمروا المقله بالزيت، غير شويه وتعاودوا تمسحوا المقله ديالكم من بعد. وكنبدا عاوتاني بنفس الطريقه كناخذ الخليط مره كنخلطوه باش كيتحرك لنا داك الدقيق، وكنبدا كندير بالشيته فديك المقله الجناب وعاد الوسط. كنبقى غاده مع الجناب حتى كندور المقله كامله بالعجينه، وكنبدا ندخل وانا غاده في الوسط. من بعد هكا كنقادها بصبعي البلايص اللي قلنا كيكونوا هكا ما مقادينش اولا متقلين. كنحاول هكا نهز العجينه ونصاوبهم بصبعي صافي. وبنفس الطريقه غادي نكمل هاد الكميه كامله حتى نكمل العجينه. هكا تعطي واحد الكميه زوينه، يعني الا بغيتي ديري البريوات اولا السكر اولا بسيطلات صغار، حيت المقله عندي صغيره. الا كانت عندكم مقله كبيره غادي تقدروا تصاوبوا حتى الورقه اللي تصاوبوا بها بسطيلات كبار. الا كانت عندكم مقيله متوسطه بحال اللي عندي انا فغادي تصاوبوا بها هكا السكر اولا البريوات اولا بسيطلات صغيورين. صافي من بعد هنايا كنبقى فيما كنطيب شي وحده كنحطها في الطبسيل وكندهن بالزيت. ضروري ندير واحد الدهنه خفيفه ديال الزيت. كنعاود نطيب الاخرى نحطها فوق منها وندير ثاني دهنه ديال الزيت، يعني كل وحده كنحطوها كندهنوها بالزيت
صافي. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه مورقه وناجحه 100% ودغيا تتوجد، يعني ما فيها لا تماره لا عذاب. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وان شاء الله فيديوهات جايين غادي ندير معكم يعني بسيطلات هكا صغارين كيف قلت لكم في الاول ديال الفيديو. وما تنسونيش من لايك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو جديد ان شاء الله تعالى.